السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اهلا وسهلا فيكم اعزائي المشاهدين بحلقة جديدة من برنامجكم المفضل ابو سروال نيوز، البرنامج اللي بيجيكم كل يوم سبت الساعة ما بعرف قديش بتوقيت ابو سروال جرينتش. يا اخوان انا بصور الحلقة يوم السبت، ماليش دخل متى بتنزل الحلقة، انا اللي علي عملته يوم السبت، يعني يوم السبت. بداية اذا كنت جديد في القناة اشترك في القناة وفعل زر التنبيهات لحتى يوصلك كل فيديو جديد، ويلا بينا على أبرز العناوين. غضب واستنكار من جمهور أبو سروال على سحبته وعدم تنزيله أي مقطع رياضي وأي مقطع جيم كلاسيكو، ويوم ديربي مانشستر وليفربول، ويوم يوفنتوس، ويوم باريس سان جيرمان، ويوم بايرن ميونخ. ذاك اليوم كان يوم عظيم، وأفادت مصادر صحفية أن أبو سروال قرر الاعتزال، ولكن عاد في اللحظات الأخيرة والجميع أصبح ينعته بالمتخاذل المعتزل. أخيرا كومان مدرب برشلونة يقوم بمسح الممسك الذي يمسكه على إدارة النادي وعلى اللاعبين وعلى الجمهور وعلى إسبانيا كاملة، ومباشرة بعد مسحه الممسك تمت إقالته وتعيين المدرب العظيم الأسطورة بارخوان، المدرب الذي سيحطم أرقام كومان وكيكي 60 وفالفيردي بالفضائح. رسميا بايرن ميونخ النادي الألماني المعروف، نعم ما غيره عزيزي المشاهد، يخسر بخماسية نظيفة من بروسيا مونشنبلالخ في بطولة كأس ألمانيا، ويخرج ذليلا مذلولا حيوانا كلبا منحطا واطيا سافلا، ذاك اللعين الأرعن الأخبث. نعم إنه يستحق هذا الكلام الملعون. ولك رجعت من الاعتزال، أنا كنت معتزل، أنا رجعت من الاعتزال بعد ما عرفت إنك خسرت 5، رجعت عشان أحفل عليك وبهدلك وقل قيمتك يا حيوان يا بايرن ميونخ. والله زماني بتوجع على هسه. فاصل قصير من ثم نواصل نشرة الأخبار. أهلا وسهلا بكم من جديد. طبعا اليوم جايب لكم يا جماعة كمشة أخبار، لأنه قديش صار لي غايب ومش عامل حلقات أخبار ولا عامل حلقات شو اسمه، بمزح. اهلا وسهلا بكم من جديد اعزائي المشاهدين. قبل لا تسال عن انه انا ليش غبت وليش والله ولا اقول لك اسال خذ راحتك، ليش ما عملت كلاسيكو وليش يا اخوان، انا زهقت وانا اقول لك يعني ابرر لك وهذا وانت كمان زهقت، فخلص سيبوها على الله يا اخوان. والله العظيم اخذنا عطله اسبوع، طلعنا على العقبه ورحنا سبحنا في البحر على اساس نرجع بنفسيه حلوه، رجعنا بنفسيه حلوه، ولكن أبت المشاكل أن تتركني بنفسي. ويا إخوان دخلت بحالة نفسية عن جد معقدة، معقدة. ونزلت على الانستغرام، إذا مو متابعني على الانستغرام ما راح تعرف، أنا اعتزلت رسميا، قلت حغيب والله ما بعرف متى حرجع لأنه مخي شطب، بس أنا كنت لها بالمرصاد ورجعت بنفسية حلوة الحمد لله. لازم تتابعني على الانستغرام عشان افرض اعتزلت، يعني مش افرض اعتزلت، انا بنزل كثير شغلات حلوه على الانستغرام، تعال تابعني على الانستغرام مش حتخسر شيء عزيزي المشاهد. وصلنا قبل كم من يوم 600,000 على الانستغرام، بدنا نوصل الاسبوع الجاي 700,000. اذا عجبتك الحلقه ضيفنا على الانستغرام، ما عجبتك الحلقه ضيفنا على الانستغرام برضه. ونعود اعزائي المشاهدين لاخبارنا ونبلش باول خبر. رسميا بايرن ميونخ يخسر 5-0 من بروسيا مونشنبلالخ ويخرج من بطوله كاس المانيا. بايرن ميونخ ايش يا غالي؟ شو اللي بصير معاك؟ تعبان؟ متضايق؟ تعال عند لا استنى شوي، انت مباراتهم الجاي في دوري ابطال اوروبا ضدنا. شوف الامراض الدنيا، انا مريت بهاي المرحله، مرحله جدا بتزعل وبتخلي الانسان يمر بالله عليك اصبر شوي. يعني بروسيا مونشنبلالخ يغلط، انا اللي اتحاسب ليش؟ برشلونه يتحاسب، ايش دخل برشلونه؟ مين كان غلطان معك يوم الثمانية؟ مين؟ قول لي مين؟ انا وغير ددي. طيب عزيزي بايرن ميونخ، ولك لا هم مباراتهم مع بنفيكا. بنفيكا حلو. اخسر بنفيكا بسكور يا معلم، عشان ايش؟ خسروا ب10 عشان احنا نقدر نتأهل. احنا نطلب نترجى بايرن ميونخ يفوز وبنفيكا يخسر عشان احنا نتأهل. على زمن. رسميا كومان خارج أسوار نادي برشلونة، ولابورتا يقوم بتعيين سيرجي بارخوان مدرب طوارئ. خارج أسوار النادي
هو احنا ظل عنا اسوار، هو احنا ظل عنا جدران، هو احنا ظل عنا شرف، ما في شيء ظل في النادي، الرايح والجاي يعدي علينا، لدرجه الانديه الضعيفه زي بنفيكا ومايوركا وريال فايوكان ولا مش عارف ريال مدريد يدوس علينا. احنا ينداس علينا من الانديه الضعيفه؟ احنا ينداس علينا من الانديه الكبيره اوكي ببلعها، اما انديه ضعيفه كمان تدعس علينا؟ لا خلاص ما احنا تعودنا يعني. بعد أخبار عودة تشافي هرنانديز لبرشلونة كمدرب، تقارير صحفية تعنون 4 مفاتيح في يد تشافي لإعادة برشلونة إلى زعامة أوروبا. أنت يعني كاين معك المفاتيح ومش راضي تعطينا إياهن؟ إحنا بدنا مين يعني يخيط؟ ألو إحنا تخزقنا، إحنا بدنا نخيط مش مفاتيح، يعني انفتحنا برشلونة انفتح، يعني لازم نحكي. لا اسمع، انفتح النادي هسه بده تخييط عزيزي، ها؟ بدنا نجيب تشافي عشان ايش؟ يخيط. بس يعني انا مش متفائل بتشافي، انتم بتعرفوا اول شيء بكره تشافي لانه كان يخسرني بالبلاي ستيشن، وثاني شيء حاسه مش هالمدرب اللي ذو خبره، يعني يجيب مثلا مين بده يرضى اصلا يدرب برشلونه؟ والله انا لو يعرضوا علي ما برضى. كابتشينو بعد اخراج ميسي في مباراه باريس سان جيرمان ضد ليل يثير الشكوك حول مشاركه ميسي امام لايبزيج. خليفي ارتاح، انا هالمره بدي احجز برج خليفه. برج خليفه مين؟ بدي احجز برج ايفل. تحجز برج ايفل عشان انت عارف شو حنسوي فيه للزلمه. هذا الزلمه بيعرفش يدرب، كان مع توتنهام مش عارف يعمل اشي، لا جاب لهم بطوله ولا جاب لهم اي انجاز، لا انجاز يذكر. بتجيبه يا خليفه على باريس سان جيرمان ليش؟ الواحد بيشتري الزلمه، يعني انت شاري ميسي عشان والله اسطوره، انجازات وارقام، شاري كابتشينو هذا ليش؟ لا يروح كابتشينو بريح في ميسي عشان يكون شو اسمه جاهز لحفل الكرة الذهبية لما ياخذ الكرة الذهبية وكلنا ننبسط. والله ممكن. طب يا اخي مدربين اللاعبين الثانيين اللي مرشحين على الكرة الذهبية المفروض برضو ايش؟ يريحوا شبابهم، يريحوا لاعبتهم زي ليفاندوسكي زي جورجينو، لازم يريحوهم عشان يعرفوا يزقفوا لميسي وهو بياخذ الكرة الذهبية. بنزيما انا اسف والله انا ما جبتش سيرتك يعني عشان تكون بالصورة. لم يحدث من قبل رقم كارثي لرونالدو منذ قدومه لليونايتد. ايش يعني والله العظيم، ولم يحدث من قبل رقم كارثي لليونايتد منذ قدوم رونالدو. الواحد بده يحكي اللي له واللي عليه. بعد إقالة كومان في برشلونة، بارخوان في مهمة قوية لإثبات الذات. إخوان هذا لابورتا شنصت معاه يوم بيب جوارديولا وكان عنده منظومة مرتبة، قال لك إيش؟ سيرجيو بارخوان مدرب برشلونة بي لو يطلع هيعجب وهيخبص، هو مش عارف الخازوق الذي ينتظره. أنا زلمة أطالب بارخوان مش لإثبات الذات، لا الثبات. يعني أنت شوف الله يثبتك ونظل نخسر في النتائج هاي. يعني إحنا خسرنا من بايرن ميونخ 8، تمام، اثبت على هذا الموضوع. أنت إذا زلمة اثبت على هذا الموضوع. عندك خسرنا من بنفيكا 3، زلمة خسرنا في الكلاسيكو، اثبت على هذا الموضوع، تمام. بدناش اشي احسن، قال بدناش اشي احسن، انت مش حتوصل للاحسن، بدناش اشي اضرط من هيك. يعني بدناش فجأة هيك ندخل ترند برشلونة يخسر من مانشستر سيتي، هذا اذا وصلنا اصلا لمرحلة انه نلعب ضد السيتي، او مثلا يخسر في الدوري الاوروبي بنتيجة 20 مقابل 2، لازم 2 يعني جوال الشرف. هاي المرحلة ما نوصلها، اثبت على مرحلة اللي انه نحن نخسر في هاي النتائج، الله يخلف عليك. بارخوان وشركائه للسيراميك، هنا لابورتا الأولاني. تشافي هرنانديز يطالب لابورتا بالتعاقد مع الساحر. والله انه بفهم، انا عجبني تشافي، حاليا ما حدا بيقدر ينقذنا غير ساحر. حبيت تفكيرك يا تشافي، وانا اؤيد بانك تيجي على برشلونة والله يحرقك. تعرفوا مين هو الساحر اللي طالبه؟ طالب كومان اللي بيلعب مع بايرن ميونخ. اولا كومان، اسمه كومان، صار معنا مرض حساسية، يقول كومان بيطلع لي حصى جلدي. ومن بايرن ميونخ يما تطبخيش اليوم انا عامل حداد. سولشاير في مهمة اكون او لا اكون مع مانشستر يونايتد امام توتنهام. هو يعني لسه ما خلص المهمة هاي، اكون او لا أكون. الزلمة يعني قبل ما يلعب ضد ليفربول كان المفروض ينمسح كرته، لعب ضد ليفربول انمسح كرته، بعدها لعب كمان مباراة صح وانمسح كرته. ايش معلم، لو عندي مهمة كونكر جبتها. شو الممسك اللي ماسكه على الإدارة؟ ولكم طلحة أحمد قاعد بأخذ مسكنات وبأخذ مميع للقلب وبأخذ شو اسمه سمبريرين ولا مش عارف شو من وراء سولشاير. يورقن كلوب إراحة محمد صلاح أمام برايتون جريمة.
طب ما هو كمان اشراك وجريمه، يعني انت ما شفتش شو سوى في مانشستر يونايتد؟ يعني ما خبص عمل عليهم ما جاي، يعني مسح فيهم الارض. يا طلع احمد اذا بتشاهد الحلقه انا اسف والله، احنا بنزيد عليه والله العظيم حرام. اذا مش قادر تتقبل الموضوع، ترى بعرف واحد بيعمل جلسات، هو مشجع اي سي ميلان، انا اخذت عنده جلسات عشان برشلونه، بيعمل جلسات استرخاء ويعني بتبطل تحس، فشو ما اجى ما بتحسش. اذا حاب انك تيجي رن علي. فريق الريد زون الذي يرأسه ابو سروال يصل للمباراة التاسعة على التوالي بدون خسارة. الله يسعدك وراسي والله. تعرفوش عندي فريق اسمه الريد زون فوتبول تيم، فريق خماسي خرافي، افضل فريق خماسي في الاردن. الفريق الابيض يخطف الكرة، الفريق الريد زون يخطف الكرة، يا سلام يا سلام يا ولد يا ولد يا ولد. ها هو رئيس النادي اعزائي المشاهدين، هدف عن طريق اللاعب ايمن عبد الفتاح. يا للهول، ولحد هسه ما حد قادر يهزمنا، 9 مباريات على التوالي بدون خساره، في 2 تصورن ولسه ما نزلن، وامبارح لعبنا كمان مباراه كانت مباراه كثير نار، انتهت بنتيجه لا انا ولا انت حتتوقعها. ولكن عزيزي المشاهد، اذا ما حضرت الحلقات السابقه او اذا ما بتعرف الفريق اللي انا بحكي لك عنه، روح احضرها موجوده في القناه. شجعونا وازرونا بهذا الفريق الخماسي يا اخوان، وبتقدر تسجل تلعب ضدي. احنا حننزل تطبيق، انا قلت لكم حنزل تطبيق بس هو جاهز، بس كم من شغله والله اخر تاتشات. بتقدر تلعب ضدي، واذا بتفوز علي إلك $1000، واذا بتفوز علي حتكون انت رسميا الفريق اللي كسر سلسله انتصارات ابو سروال. سولشاير سأواصل القتال مع الشياطين الحمر. وانت ما بتقاتل، انت قاعد تتحاسب، انت وفريقك قاعدين تتحاسبوا، ما في شيء اسمه قتال. وين القتال؟ ولك صار بس اسمهم مش الشياطين الحمر، صار اسمهم الحمير الحمر. يا اخوان مش ملاحظين اخر فتره صايرين المدربين كثير وقحين؟ بعد كل النتائج هاي، اولهم مورينيو بعد ما يعمل خبايص الدجاج بيطلع انت طاز انت الطين. كل مدرب صار يعمل نتائج سيئه يلزق، والمدرب اللي يعمل نتائج كويسه يطير. اقسم بالله هذا مدرب بايرن ميونخ اللي جلدنا 8 مع احترامي الشديد لإلي، شو لعب موسم واحد وكان جاي مدرب طوارئ، طار راح يدرب المانيا. زيدان لما عمل 3 دوري ابطال اوروبا ورا بعض راح طار، يعني في شيء غلط. نيجلسمان يعلق على هزيمته المهينه من منشنبللخ ويتوعد بالرد. بالله عليك اصبر شوي اصبر، خلنا اشرح لك بالله عليك يا نيجلسمان، والله بس نتأهل للدور اللي بعد اللي هو دور 16. اذا ما تأهلنا لدور 16 ونزلنا دوري اوروبي والله فضيحه، اقسم بالله. يعني انت فاهم الجمهور قديش؟ طب حلو، ما حجيب لي حلقه. نيجلسمان خذ راحتك، 20 جيب لي حلقه في الخساره، وحلقه لما برشلونه ينزل على الدوري الاوروبي، وحلقه ولا خلص بكفي انت هيك دورك كفيت ووفيت وراح خلص ما دام برشلونه بالدوري الاوروبي. حلقات مش حلقه، لو اخذ البطوله حتكون حلقه تحفيل عليه. عندي هنا خبر يا جماعه، هو خبر حزين مع لازم احكيه عشان الناس تتوعى، الاطفال تتوعى، مجبور كون انا انسان مؤثر لازم اوقفهم عند حدهم. جايكم بخبر عن لاعب اسمه جوش كوفالولا، ما مش عارف. المهم هذا الزلمه طلع ونزل منشور وحكى انه انا اعلن ميولي، وانه اعلن ان انا الوان وشاذ. There's something personal that I need to share with everyone. I'm a footballer and I'm gay. اول مره لاعب بيطلع بيحكي هيك، ففي كثير ناس ايدوه، فانا نقطتي في الناس اللي ايدوه، فلازم انا اطلع ووعي الاطفال الصغار. باسم حط لي موسيقى حزينه، يجب ان اتكلم بجديه، يجب حط لي موسيقى مؤثره. اوكي، علينا في هذا الزمان اعزائي المشاهدين ان نضع حدا لهؤلاء البشر القذرين، واولهم نادي برشلونه الذي حيا هذا اللاعب على ميوله، ومن ثم جيرارد بيكي حيا اللاعب هذا على ميوله، ومن ثم ليفربول، مانشستر يونايتد، أندية كثيرة قد حيت هذا اللاعب على شجاعته ورجولته. رجولته أين؟ ما هو أعلن أنه شاذ، كيف هو رجل؟ ما أنا حمير، والله حمير. وأنطوان غريزمان أيضا حيا هذا الرجل على شجاعته بأنه طلع وحكى أنه ألوان. الفكرة أن هنالك أطفال يحبون جيرارد بوكيه وبرشلونة، ظل حد يحب برشلونة هو مش عارف،
وأنطوان غريزمان، وخصوصا من البنات يحبون غريزمان لأنه شعرات وعيون زرق وهكذا. يجب علي أن أنبهك عزيزي أنه لا تردون على هؤلاء الناس، لا يوجد هنالك ميول ثالث، نحن ذكر وأنثى. أما هذا الذي طلع ثالثا جنس ثالثا وألوان، هذا من اختراع الأولاد الكلب. فاحذروا أعزائي الأطفال، لا تردوا، لأنني أعلم أنه صار يكتب في مناهجنا الدراسية ويعلم لأطفالنا أن هنالك ميول وجنس ثالث وأختك أمك ثالث ولك يا ابن الحمارة. خراء عليكم خراء، وشكرا لكم أعزائي المشاهدين على استماعكم لهذه الخطبة الجميلة. كان معكم. تأثرتوا؟ ما تأثرتوا؟ حاولت يعني قد ما أقدر أحكي فصحى وأحكي بهذا، إن شاء الله يعني إني أكون أثرت يعني قد ما نقدر. أنا خلص دحتسل، أقوم أضرب نفسي بالجزمة. رسميا برشلونة يعلن تعرض سيرجيو روبرتو لإصابة قوية. أيوة هذا الحكس، هاي هبلش الشغل الصح في برشلونة. هيك أنت بتعالج بالفريق. أيوة اعلن إصابة سيرجيو روبرتو، بعدها بكي، بعدها بوسكيتس، بعدها جوردي ألبا، تخلص من البقرات المقدسة. هيك أنت بتعمل فريق جلد جديد، تغيير جديد. مين اللي أعلن إصابة؟ المدرب الجديد أعلن إصابة. والله إنه بفهم. بدناش تشافي، هذا المدرب هو الصح، وحيطلع من اللمسية كونه هو كان يدرب برشلونة به. وسوف يعود برشلونة ليحتل العالم. بس كمان منشور عن الشواذ يا برشلونة بتدعموهم. أنا بدي أشجع غرناطة، أنا أبوك ولاد كلب. هيك خلصت الأخبار يا جماعة. كنت حاب أحكي عن إيكاردي، بس إيكاردي المشكلة ما في يعني غبي إيكاردي. خان واندا الباندا مع عرض أزياء أرجنتينية. واندا الباندا طلعت وحكت يا ابن الكلب ليش هيك شو اسمه وغدرتنا وبيتك ومنزلك، عساس هي يعني ما شاء الله الطاهرة الشريفة العفيفة، ما هي خانت جوزها ماكسي لوبيز. بس بعد ما بهدلته في الستوري وشالت عنه الانفولو وشالت صورها، شالت عنه الفولو وشالت صوره من عندها، رجع إيكاردي وقال لها I am sorry وأنا بحبك، ونايم بحجرها ومنزل صور ستوري، يعني سوالف متخلفين. وعشان يقنعها راح عمل أنفولو لكل الناس اللي عنده، وبس عامل فولو لواندا الباندا عشان يراضيها، وواندا الباندا رضت عليه. بعديها إيكاردي برد بخونها، بعديها برجع، بعديها واندا الباندا بتبهدل، وبعديها بتسامحه، بعديها برجع، بعديها بتبهدل، وبعديها بتسامحه. ايه اخوي إيكاردي، اذا انت قاعد تدك في باريس سان جيرمان مش عاملك، روح تركيا اعمل لك، ادخل الدراما التركي والله لا تنجح على اللي قاعد بتعمله انت واندا الباندا. هو الصراحه يا اخوان والله كنت كاتب خبر الاسبوع انه رسميا بايرن ميونخ يلقم 5 من منشن، بس انا بغير مانشستر يونايتد يلقم 5 من ليفربول. وشكرا. وخليني انهي الحلقه لهون، بلاش بايرن ميونخ يجيني على الدار انا كمان ويحاسبني. شكرا لكم اعزائي المشاهدين، ما قصر شو اللي باله ايش فيه. تحياتي، ان شاء الله تكون عجبتكم الحلقه. عائدون وبقوه، وان شاء الله لن يوقفنا احد باذن الله، لن يوقفنا احد في هذا شو اسمه، وراح نرجع وراح تشوف الفرق وراح نكسر الدنيا. وشكرا لكم. تابعوني على مواقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك انستغرام، فيسبوك انستغرام. بعمل كل يوم على الفيسبوك بث مباشر جيمنج اذا بتحب انك تيجي تشاهد، وبعمل ستوريات كل يوم. ستورياتي ما بتحضر ستورياتي بروح عليك نص عمرك. انا ستورياتي كثير بتجنن. رابط حساب الانستغرام تحت في الديسكربشن، وقناتي الثانيه رابطها كمان تحت في الديسكربشن، قناه الالعاب. سوف تشاهدون على الالعاب، قناه العاب. يعطيكم العافيه اخوان، تعبت نفسيا انا بايرن ميونخ. لايك شير اخوان. 8